في سفاح عربي محدش اتكلم عنه خالص، على الرغم ان السفاح ده كان عنيف ولسه مات في شهر 9، وقصته مش عادية وفعلا غريبة جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن سفاح المغرب عبد العال الحاضي والملقب بجزار تارودانت. السلام عليكم. الا ان نصر الله قريب، ما ننساش ندعي لاخواتنا. وفي طلب صغير كده عايز اقوله لك قبل ما تخش في الفيديو. انا نزلت الجزء الثاني من مغامره المدرسه، وحرفيا في جزء في المغامره دي خطير ومرعب جدا، وهعرض لكم حته من الجزء الخطير ده. كل اللي انت شايفه على الارض ده قذارة بشرية، حرفيا انا ترعبت لما دخلت الاوضه دي. فخلص الفيديو ده وروح على طول اسمع المغامره، ادعم اخوك، وان شاء الله يكون الفيديو ممتع، وما تنساش تدعي لاخواتك. ويلا بينا. قصتنا بتدور سنة 2004 في المغرب، وبالتحديد في بلد هناك اسمها تارودانت. البلد دي موجود حواليها وديان كتير وجبال. في يوم من الايام كان في شخص رايح لتارودانت، فالراجل ده وهو ماشي، انت عارف زي ما انا قلت لك ان البلد في وسط جبال وديان، فالطريق اللي كان ماشي عليه طريق جبلي. المهم هو راجع لاحظ حاجة خلته يترعب ويتمسمر مكانه. الراجل ده شاف عظم مرمى على الطريق، هو كان بيحسب ان ده عظم حيوان، فبيقرب علشان يبص اكتر ويتصدم ويلاقي 8 جماجم بشرية موجودين جنب العظم ده. على طول الراجل بلغ الشرطة، واول ما الشرطة استلمت البلاغ اتحركوا، وفعلا لقوا الجماجم والعظم على الطريق. الطب الشرعي جه ولم كل العظم والجماجم دي وخدهم معاه علشان يفحصهم، واكد ان العظم والجماجم دي بتخص اطفال عمرهم من 9 سنين ل 15 سنة. وكمان الطب الشرعي اثبت ان الاطفال دول ما ماتوش لوحدهم، دول سبب وفاتهم الخنق. واكد الطب الشرعي ان الاطفال دول احتمال يكونوا تعرضوا لاعتداء قبل ما يموتوا، والاطفال دول ميتين بقالهم حوالي 2 واكتر. احنا كده بنتكلم على جريمة مش حاجة عادية. الشرطة وهي بتسمع التقرير كانوا مذهولين، مين عنده قلب يرتكب الجريمة دي؟ وازاي ما وصلناش بلاغات عن اختفاء اطفال اصلا؟ في اللحظة دي الشرطة ادركت انهم بيدوروا على سفاح خطير جدا، واطلقوا عليه مسمى سفاح تارودانت. ما كانش قدام الشرطة غير مسرح الجريمة يدوروا فيه على ادلة، وهو المكان اللي لقوا فيه الجماجم. ده الخيط الوحيد اللي قدامهم، او الحاجة الوحيدة اصلا اللي هم لقوها، واللي ممكن تدلهم على الجاني، بس صعبة. يعني انت بتتكلم في مكان في وسط الجبل. فضلت الشرطة تدور في المكان ده اسابيع على دليل واحد، ولكن ما كانش في اي تقدم، لدرجة انهم كانوا بيقبضوا على ناس عشوائية من تارودانت. الموضوع خرج عن السيطرة، كانوا بيقبضوا بطريقة عشوائية على الناس ويستجوبوهم وبعدين يخرجوهم لقلة الادلة. وخلاص الشرطة فعلا وصلت لاخر التحقيق، وكانت القضية تتقفل ضد مجهول. ما فيش، لحد ما حصلت المعجزة. في ضابط من مركز الشرطة قرر ان هو يروح المكان اللي لقوا فيه الجماجم علشان يعاينه بنفسه، وكانت دي اخر مرة هيعاينوا فيها مسرح الجريمة. خلاص. المهم الضابط ده فضل يتمشى يمين شمال وبيبص على الارض، لقى ورقة، فنزل على الارض، خد الورقة نفضها وبدأ ان هو يفتحها ويقرأ اللي فيها. الورقة قديما بينفضها، مسك كده لقى اسم مكتوب وهو الحاضي، وكان الاسم باهت مش باين. على طول خد الورقة وطلع على تارودانت، وبدأ ان هو يسأل مين هنا اسمه الحاضي. مفيش دقايق كان الناس قالوا له هو انت قصدك على عبد العال الحاضي اللي بيبيع اكل؟ ممكن تلاقيه في المحطة بيبيع أكل. على طول الضابط طلع على محطة القطر وراح هناك، سأل الناس اللي موجودين في المحطة فين عبد العال الراجل اللي بيبيع أكل هنا؟ قالوا له والله ده هو ما جاش النهاردة، مأجز، لو كده ممكن تروح البيت. وراح الراجل اللي في المحطة وصف له البيت، وفعلا الضابط اتحرك على البيت. ولما وصل كان البيت قديم، بيت من الصفيح. أول ما الضابط وصل راح على طول اقتحم البيت ودخل عليه. ولما دخل عليه عبد العال الحاضي قال له الكلمتين اللي انت هتسمعهم دلوقتي. انتوا اتأخرتوا ليه؟ انا مستنيكم من بدري علشان تخلصوني من عذابي. انا كل يوم اعاني، ما بقتش عارف انام، الاطفال مش عايزين يسيبوني. ودول الكلمتين اللي قالهم عبد العال الحاضي اول ما الضابط دخل عليه. على طول من غير شك الاحداث اتربطت ببعضها وقبضوا عليه. ثواني بقى، ازاي الحاجات دي حصلت وعبد العال الحاضي عمل كده ليه؟ عبد العال الحاضي في الاول كده اتولد في تارودانت سنة 1962، اسرة متوسطة الحال، والدنيا كانت ماشية كويس لحد ما وصل 11
17 سنة. في السن ده حصلت أكبر صدمة في حياته، وهي إن أمه ماتت. في الوقت ده وفي الفترة دي كان المفروض إن والده يهتم بيه، ولكن حصل عكس كده. ده والده سابه وراح يتجوز واحدة تانية. فعبد العال في الفترة دي ما كانش في حد رقيب عليه، وعلشان كده ساب المدرسة وخرج للشارع. وفي الفترة دي عبد العال عانى كتير جدا من التنمر، وده لأن شكل جسمه وهيئته يعني كانت زي ما بتقول كده كنز للمتنمرين. طول ما هو ماشي او طول ما هو موجود في تجمع كان على طول بياخد نصيبه من التريقه. لما وصل 14 سنه اتعرض لموقف مش كويس، وهو الاعتداء. باختصار كده الحاضي مر بطفوله صعبه جدا، كفيله انها تخرجه سفاح متسلسل. وخليني اقول لك ان معظم القتله المتسلسلين او السفاحين بيمروا بطفوله بتكون كده بالظبط. المهم، الجرائم اللي كان بيعملها الحاضي كانت بتتم ازاي وفين؟ زي ما احنا عارفين ان الحاضي شغله انه بيبيع اكل في محطة القطر. كان بيكون موجود في نفس المحطة دي اطفال مشردين من غير اهل، عيال غلابة بيدوروا على اكل. الحاضي بقى كان بيختار الاطفال دول، يوم جاي محدد هدفه يركز على طفل من الاطفال دول، وبعدين يروح يتكلم معاه، يتقرب منه ويعرض على الطفل ده اكل من غير فلوس، فكده بيكسب ثقته اكتر. وبعدين يطلب منه انه يجي معاه للبيت بتاعه، ولما بياخد ضحيته البيت بيخدره وبعدين يخنقه ويعتدي عليه. ولما يخلص جريمته البشعة دي بيدفنه تحت السرير، تحت الفرشة اللي بينام عليها. الحاضي كرر جريمته 8 مرات ب8 ضحايا. طبعا هبقى انزل لكم جزء من اعترافاته هناك، والصور اللي هي ما ينفعش تنزل هنا نزلت هناك. فالشرطه سالته طالما هم كانوا مدفنين تحتك ايه اللي خلى العظم يخرج على الطريق؟ قال لهم صاحب الارض اللي انا باني عليها البيت قال ان هو هيخرجنا كلنا ويبدا ان هو يبني بيت جديد. فانا بصراحه خفت ورحت جاي على طول مطلع العظم ده ورميته. في المحاكمه بتاعته الضابط ساله سؤال، قال له انت حاسس بالندم حاسس بالخوف؟ رد الحاضي وقال له الموضوع ده بيني وبين ربنا. وفي سنه 2010 اتحكم عليه بالاعدام، ولكن الحكم ما اتنفذش وفضل لحد 2023. وفي شهر 9 اللي فات ده اهو الحاضي مات في زنزانته بمرض ما يعرفوش سببه. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والصور والحاجات الخاصه بالفيديو ده نزلت هناك. اما الجزء الثاني من المغامره فنزل هناك الناحيه الثانيه. استنوا الفيديو الجاي وبس كده.